التقليدية محمد أمين حاج سعيد على افتتاح الملتقى الأول للفيدرالية الوطنية المستغلية الفندقة، وهذا للنقاش حول واقع الفندقة في الجزائر وآفاقها. سمية علوي. اللقاء الأول للفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة كان لتشخيص واقع السياحة في الجزائر، وكان أيضا لإرساء أنجع الآليات المساعدة على كسب معركة الجودة. ما نأمله هو إذن العمل على تحسين نوعية الخدمات، لا سيما منها خدمات الخاصة بالإيواء والإطعام، وتشخيص أيضا المشاكل والعراقيل التي تحول دون بلوغ ذلك. وبالتالي سوف نعمل على تطبيق صارم للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المصادق عليه من طرف الحكومة الجزائرية، لا سيما منه الديناميكية الخاصة بمخطط الجودة. وإذا كان رهان اليوم الرفع من نوعية الخدمات، فإن ذلك يلزم كل الفاعلين بتعبئة جادة لتدارك العجز والتأخر في المجال السياحي. وما الاتفاقية الإطار الممضاة بين الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة والديوان الوطني للسياحة إلا دفعا نحو تحقيق الهدف. تقييم موضوعي يساهم في تعزيز دور السياحة، صناعة حقيقية جالبة للثروة.